خوتي العزاز، تبارك الله عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ امور هانيه؟ كنتمنى تكونوا مزيانين ان شاء الله. كنشكركم بزاف بزاف على المتابعه ديالكم معنا في القناه، بارك الله فيكم. خوتي العزاز، اليوم غادي نشوف واحد كما كتشوف واحد المنزل، اللي هي منزل اللي كتواجد في تجزئه اللي كاينه في الطلعه ديال بير شفا، سميتها تجزئه الخير. الاخوان غادي نحاول نعطيكم جميع المعلومات وجميع التفاصيل على هذا المنزل هذه، اللي هي منزل مزيونه وقريبه من الشارع. من بعد غادي نخرج نوريكم الخرجه ديالها باش تعرفوا كتواجد بالضبط. يا اخوان، بارطاجيو الفيديو مع الاحباب ديالكم، الاصدقاء ديالكم ولا فاميل ديالكم، باش ان شاء الله كلشي غادي يستافد. لان بزاف ديال الاخوان كيتسناو الجديد، كيتسناو المنازل اللي هما كيتواجدوا في التجزئه، اللي هما عندهم التيتر ديالهم. اكثر دابا مؤخرا انا كنشوف الناس كلشي اللي كيقلب على المنازل اللي عندها التيتر اللي محفظه. احنا كنحاولوا نجيبوا لكم المنازل كما قلت لكم اللي كيتواجدوا في التجزئه باش ما كنلقاو حتى شي مشكل. الاخوان، بالنسبه لهذا المنزل هذه كما كتشوفوا معايا، بالنسبه اللي هي المساحه ديالها 100 ديال المتر، وفيها كراج وطبقه، والدار تبارك الله راه مصلوحه كامله. كما كتشوفوا حنا غادي نحاولوا نصوروا لكم الكراج ونصوروا الدار من الفوق، وغادي نصور لكم السطح ان شاء الله باش تكون الامور واضحه. ان باش انسان اللي غادي يشوف المنزل وغادي يسمع الثمن باش يعرف شنو غادي يدير، واش تسلك له ولا ما تسلكلوش. كما كتشوفوا بالنسبه لهذا الكراج، كراج كما كتشوفوا كراج مصلوح، باقي له غير الارض ما عندهاش الزليج، ولكن القضيه سهله ماشي بزاف. كما كتشوفوا بالنسبه للكراج راه فيه العلو والدار فيها الصح. السيد اللي بناها نتوما عارفين، كما عاود لي دارها لراسو، ماشي دارها للبيع ولا شي حاجه، ولكن مؤخرا بزاف ديال الناس كيبيعوا على حساب كل واحد والظروف ديالو. حنا ما ندخلوش في التفاصيل ديال الناس، ولكن كل واحد كيبيع على حسب الظروف ديالو. ان شحال من واحد كيدير الحاجه كيقول لك انا كنديرها لراسي، ما عمري غادي نبيعها، ولكن هذه راه الدنيا ما فيهاش الثقه، الدنيا راه كدور، ضروري انسان يجي واحد الوقت اللي هي يقدر تبيع الاملاك ديال كامله. الاخوان كما كتشوفوا معايا غادي نشوفوا الطبقه اللي هي فوق الكراج، الطبقه الاولى، لان هاد السكنه هذه في المساحه ديالها 100 ديال المتر، فيها كراج وسكنه ومحفظه. الاخوان راه عندها التيتر ديالها. كما كتشوفوا بالنسبه للدار مصلوحه تبارك الله، الدروج مزلج من الباب حتى للسطح. كما كتشوفوا الدار مصلوحه كامله من داخل، مزلجه كامله، مقبصه كامله. الدار مصلوحه تبارك الله. كما كتشوفوا فيها الصالون، فيها كما كتشوفوا البيوت. انتما كتعرفوا 100 ديال المتر بلا ما نقول لكم، راه معروفه شنو كيكون فيها. بالنسبه للناس اللي كتقلب على الدار اللي هي كبيره في المساحه، بعض الناس كيقولوا لي انا ما خصنيش الدار تكون فيها 70 او 80 ديال المتر، خصها تكون فيها 100 او 100 من الفوق، لان على حساب خصو 3 ديال البيوت. نتوما كتعرفوا كاين الناس عندهم الدراري والبنات، باش كل واحد والبيت ديالو. كما كتشوفوا هذا بيت الناس تبارك الله راه كبير، عنده السرج مكطل على الشارع. الدار مصلوحه تبارك الله مزيونه. اللي بغى الاخوان مرحبا بها. وهذه راه قريبه الصراحه، هذه كاينه فوق الجراري شويه، في ديك الطلعه ديال بير شيفا. هاي كنطلعوا في ديك العقيبه، يلا كنبداو في ديك العقيبه، راه كندخلوا على اليمين في واحد الزنيقه تما، راه قريبه بزاف. من بعد غادي نسالي وغادي نوري لكم الخرجه ديالها باش الانسان غادي يشوف فين كتواجد بالضبط وغادي يحكم. انا كيعجبني تكون الحاجه واضحه. كما كتشوفوا الدار الصراحه مصلوحه، وتا الاصلاح ماشي اصلاح قديم، اصلاح كيبان لي اصلاح جديد. المهم اصلاح مازال جديد، ماشي ديك الاصلاح اللي قديم تقول نعاود الفينيسيون ولا شي حاجه. هذه الدار واخا كانت مشدوده، ولكن الانسان اللي بغى يسكسف عليها شويه، يبدل شويه اللون ديال الصباغه، يرجع بواحد الديكور اخر، كيبقى في الحريه ديالو. كما كتشوفوا هذا الصالون كبير تبارك الله. كما كتشوفوا عنده السرج مكطل على الشارع عاوتاني، والدار راه مزلجه كامله. كما كتشوفوا دايره بالزليج كامله في الوسط ديال الدار، لان قليل فين كتلقى شي دار مزلجه كامله في الوسط ديال الدار، اكثريه كتلقى غير الصباغه.
كما قلت لكم هذه الدار مشدوده. الحاجه اللي كتكون مشدوده راه معروفه الاخوان، راه بلا ما نقول لكم راه حتى نتوما راه عايشين معنا. راه الدار ملي كتكون مشدوده راه ضروري كتكون شويه ديال ضروري كتلقى اما شويه ديال الغمال اولا الغبره اولا بزاف تلقى شي، المهم تلقى شي حاجه شي مسائل. نتوما كتعرفوا هادشي راه عادي جدا. بعض ما كتلقى الدار ساكنه وكتلقاها مغمله وكتلقاها مغبره. عاد الدار اللي كانت مشدوده من العام لعام كتفتح. كما كتشوفوا هذا الحمام حتى هو مزلج كامل، وكاين كوزينه كبيره حتى هي، وعندها باتيو ديالها، التنفيسه ديال الدار كما كتشوفوا، وكتباع الاخوان بالحوايج بكل شيء. حنا غنقول لكم الثمن بالفراش ديالها، وغادي نقول لكم شو سميتها الثمن بلا فراش، باش انسان كل واحد كيعرف الجيب ديالو شنو فيه. الا بغى بالفراش مرحبا، الا ما خصوش الفراش مرحبا. كما كتشوفوا الدار فيها 3 ديال البيوت والصالون ومقعد. كما كتشوفوا الدار كبيره تبارك الله، وقريبا جميع المرافق العموميه، قريبا الاداره بيرشيفه، قريبا الجراري، قريبا الشارع كبير، قريبا كلشي. الاخوان جات فواحد البلاصه اللي هي زوينه، والارض الاخوان في التجزئه راه محفظه. غادي نحاولوا نشوفوا واش سطح. شوف الدروج كيف الدروج كتطلع مرتاح وفيها الطروفه ديال المرمو. بالنسبه للثمن ديالها الاخوان، الثمن ديالها بالفراش بكلشي 170 مليون، بالفراش ديالها 170 مليون، وبلا فراش ديالها 100 شو سميتو شحال قال لي 167 مليون، 167 مليون، وبالفراش بكل شيء 170 مليون. كما كتشوفوا الدار مزلجه كامله. كما كتشوف الانسان اللي باغي يزيد ممكن تزيد هنا طبقه ونص اولا 2 ديال الطبقات. كما كتشوفوا الناس دايرين هنايا الكراج و2 طبقات، او كاين 3 ديال الطبقات، كل واحد شنو داير هنايا. ممكن تزيد لان الدار جات بين الديار. الدار الصراحه شو سميتها صحيحه مزيان. كما كتشوفوا الخرجه ديالها، انا حاول نصور لكم الخرجه ديالها. كما كتشوفوا حنا خارجين من الحومه باش تكون الامور واضحه ان شاء الله. ها الشارع ديال اللي طالع عند بيرشيفه هو هذا. هاد الدار كتبان من هنايا على اليمين قريبه، كتخرج غير بواحد 3 ديال الديار انت في الشارع كبير. ها الشارع كبير اللي كيطلع من الجراري كيمشي اتجاه ديال بيرشيفه، اتجاه ديال اداره بيرشيفه. حنا دابا غادي نهودو اتجاه ديال الجراري في ديك الهبطه. راه انسان الناس ديال طنجه راه معروف، غادي يسمعوني غيشوفوا الفيديو غادي يعرفوا. هذه الطلعه ديال بيرشيفه، هذه كنمشيو دابا اتجاه ديال الاداره. دابا حنا غادي نهودو اتجاه ديال الجراري في ديك الهبطه ديال الجراري. وشكرا لكم الاخوان، بارك الله فيكم. كما كتشوفوا حنا كنديروا المجهودات ديالنا، واللي عجبو الفيديو كنقول له مرحبا 0662 62 13 68. كما قلت لكم الثمن بالفراش بكل شيء 170 مليون، بلا فراش 167 مليون. وغادي تكون شويه المفاهمه ان شاء الله. ومرحبا بالجميع اخوان. اللي عنده شي حاجه باغي يبيعها كنقول له مرحبا به، يتواصل معايا وغادي نديروا موعد بحال اللي كنديروا مع الناس كاملين، وان شاء الله ما يكون غير الخير، وحنا كنديروا غير الاسباب والكمال على الله. هادشي اللي كاين الاخوان، اي حاجه راه خصها تكون بالسبب، وسيدي ربي كيجيب الله التيسير. وشكرا الاخوان، بارك الله فيكم، الى اللقاء.